السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل البصل بتاع الكشري المصري. عندي البصل قطعته حلقات، وعندي معلقة ملح صغيرة، وعندي نشا، معلقتين كبار نشا. علشان البصل يطلع طعمه كويس وأنا بحمره بجيب الملح وبرش عليه الملح، وبجيب النشا وأعفر البصل بالنشا وهبدأ أحمره. هنشوف ازاي. جبت انا البصل وعفرته بالنشا، وجبت الصينيه اللي هعمل فيها الكشري المصري، حطيت فيها 3 معالق كبار من الزيت، وهبدا احمر البصل. وبعد كده هنشوف ازاي، والزيت اللي انا بحمر فيه البصل هعمل بيه الكشري. بعد ما حمرت البصل ووصل للون الحلو ده، مبحبهوش غامق، بطفي عليه واحطه على ورق نشاف ونشوف هيتقدم ازاي. وده شكل البصل بعد ما اتحمر. حطيته على نشاف علشان مناديل مطبخ، علشان يمتص المادة الدهنية الزايدة. وانا عفرته بالملح والنشا علشان يدي طعم، وما ياخد وهو بيتحمر ما يشربش زيت، ويبقى مفلفل بالشكل ده. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده البصل بتاع الكشري المصري. نعمل كشري مصري ونحطه على وشه ان شاء الله، هنبقى نشوف ازاي. السلام عليكم.